السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكون بألف خير. من الحاجات يا جماعة اللي أنا بصراحة اتعلمتها وحابب أقولها لحضراتكم، وهو أنت في الحياة دي لازم تقول لأ. يعني مش كل حاجة تبقى أنت حد يطلب منك حاجة مثلا. وخلينا نتكلم في الحاجات اللي هي في ناس يا جماعة في الحياة. احنا لسنا ملائكيون في هذه الحياة. فانت ما تتعاملش بالطيبة الزيادة اللي هي تخليك تبقى انت مستغل. فطالما انت مش بتقول لا، صدقني انت هتخسر كتير. وانا بكلمك عن تجربة شخصية حصلت معايا. في بعض من السنوات كنت انا يعني بتعامل بطيبة طبعا، وبعامل كل الناس عادي والكلام ده. فجأة لقيت يا جماعة حرفيا أنا مستغل من الشركة كلها، يعني حتى البواب تحت لغاية المدير بتاع الشركة. والله بجد مستغل لدرجة فظيعة جدا طالما أنا ما بقولش لا. فقعدت مع نفسي وابتديت إن أنا يعني بصراحة في مرحلة الوعي، وإن أنت تبحث وتشوف حاجات كتيرة جدا دي بتفيدك. فاتفرجت على كذا فيديو بيتكلم على انت بتقول لازم تحط حدود لنفسك، ولازم تقول لا. فبعد ما انا طبعا الناس اتعودت عليا ان انا مش بقول لا، يعني عادي، مش خوف ولا جبن، بس بنفذ لهم طلباتهم في حاجة بخلصها كده. بس بعد كده بعد ما انا شفت الفيديو ده وابتديت اقول لا، لا انا في حاجات كتيرة اتغيرت معايا بصراحة، في شخصيتي وفي ثقتي في نفسي. وابتديت ان انا اخلص المهام بتاعتي. لو كنت في الاول بسيب الشغل بتاعي واخلص الشغل، لا بجد. يعني نصيحة الفيديو ده انا بقوله نصيحة لاخواتنا ولكل الناس اللي بيسمعوا الفيديو ده. حاول تحط حدود لنفسك، حاول تقول لا. مش كل حاجة حاضر، امين، ماشي، لا. حاول تقول لا، صدقني هتفرق معاك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة عشان خاطر اي فيديو انا انزله حضرتك تتفرج عليه. وكومنت جميل من حضرتك اكون سعيد واشوفكم على خير.